الفتاة أمسكت بساق الدجاج، ثم أرجعت شعرها إلى الخلف كاشفة عن صف من الأسنان. كل الأطفال هنا يمتلكون قوى خارقة، مثل الفتاة النارية التي تستطيع غلي الماء بيديها العاريتين، والفتاة النباتية التي يمكنها إنبات النباتات، والفتاة النبيلة التي يمكنها إنبات النباتات الهوائية التي تستطيع الطيران بمجرد أن تخلع حذاءها الحديدي. بعد العشاء ارتدى الجميع الأقنعة، حلقت الطائرات المقاتلة فوقهم وأسقطت القنابل. ضغطت الآنسة باي على جيبها فتجمدت القذائف والمطر في الهواء، ثم أدارت عقرب الثواني فعاد كل شيء إلى الوراء. عادوا إلى الليلة السابقة. كان اليوم يتكرر بنفس الشكل لأنهم كانوا يحاولون تفادي مجموعة من الوحوش. وذات يوم قالت الأخت الكبرى إن الوحوش اخترقت دائرة الزمن واختطفت الصبي. تحولت الآنسة باي إلى طائر الزمن وحلقت نحو قفص الوحوش وأنقذت الصبي. دخل وحش غير مرئي، أطلق الصبي سهما فأصاب الوحش، ثم صرخ في الجميع أن يهربوا. الفتاة النباتية أنبتت الأشجار، لكن الوحوش استمرت في المطاردة. خلعت الفتاة الهوائية حذاءها الحديدي وطارت مع الصبي. اجتمع الجميع عند البحر وعثروا على قارب. الفتاة الهوائية نفخت الماء خارج القارب، والفتاة النارية أشعلت محرك السفينة. بعد ذلك انطلقوا إلى حيث كانت الآنسة باي محتجزة.